السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله السلطان، أخو الشهيد أحمد منصور السلطان المقدور به. بداية القصة هاني شارب هذا تصلح مدخل، قال له معي لك عمل شاليه أفتحه جديد، سير بالله فيه، سير أمنه وتي لك بندق مسدس وتجسوه 3 أيام ونروحوا البيت. أحمد أخي هذا كلام كان عارض عن العمل، فرح صار دبر لي بندق، تجي 3 أيام وبيدبر لي بندق مسدس، إيه اللي يجي لي بندق مسدس. لا يوم الحادثة اتصلوا له أيمن النسواس، قالوا وين أنت يا وين أنت؟ قال أنا جاهز. كان غدا الساعة 1:30 وهم لقي باب القصر الجمهوري، لأنه بيتنا هناك في القصر الجمهوري جنب القصر الجمهوري. راح على صاحب المطر، جاء لصاحب المطر واحد اسمه فهد شارب، ابن عم هاني شارب الذي في منطقة القصة ولا يعرفون هذا. طلع معه وساء من هذاك اليوم 3 أيام ولا درينا أين 3 أيام. بعد 3 أيام هذيك اتصلنا لأحمد أخي، أحمد أخي اتصلنا من أول يوم، غلط تلفوني من أول يوم. بعد 3 أيام احنا بدأنا نتواصل مع هاني شارب الذي هو عرف أحمد أخي عليهم والذي جلب معك عمو. يا هاني أحمد أخي ما قبضوش اليوم اللي قلت هاي. قال هاني لا تصلي ولا تصلي ولا يعني حتى ما تصليش إنه بداية الأمر. قلنا يلا سعيد. اتصلنا لأيمن الوسواس. يا أيمن أحمد قال عيدي معاك أيمن وكذا وكذا وكذا. قال أيوه جاء عندي طرح البندق حق لأنه أصلا أحمد أخي كان فوق البندق الروسي جرمه. كان مكنني البندق الروسي هذا أيمن قال من بداية الأمر مكنني البندق الروسي قلت له أنا يجي حقي. قلت له إيش؟ قال عايزين يتعرس فيه. أول موضوع قال عايزين يتعرس فيه. ويحن عيدي قال ما عليك أحمد أخي وأنا خرجي وأنا جينا اليوم الثاني تصرف يعني من ما فعلت. قال والله ما لي علم تجي من لكن أنا أتذكر عندي رسالة قبل شهرين إنه عايزين الحديدي في مزرعة الحمداني. قلنا وين المزرعة هذه وإحنا زنتين. قال ما بالله بسمه عايزين يتفقوا هو أخي وهو صاحبي وهو كذا وهو مكاني كذا. على أساس ما يصير يفعلوا في المزرعة. إنه نزلت أحمد إن أحمد ساير يحرس هانك وما بيش تلفون ولا بحاجة ولا قلنا ما جلسنا يمكن في نفس اليوم قال يتحرك من هنا الساعة 6 المغرب. أنا خلاص لقيت إن أنت الرجال عايز يرتي وصاحبي وأخي مكاني. قمت الساعة 7 على أساس العمل اتصلت بقول له يا هاني يا أيمن ما فعلت. قال قد صرت جيت. ما صرت وين أحمد؟ قال والله أنا أول ما وصلت الحديدة عمي تصلي قال ما بلغت السيارة. خلاص أنا هذاك الساعة شكل يعني يبدأ عذر بيخلق أعذار يعني بيحاول يطول الوقت بس يطول الوقت. هذاك الساعة احنا شكينا اتصلت على أخي قال ما بلغ تبلغني. بلغنا عملية الأمانة، نشرنا في الفيسبوك، نشرنا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي هذا كامل. بلغنا حتى رقمية الأمن المخابرات، بلغنا عملية الأمانة، بلغنا قسم العلوفي، بلغنا الناس كلهم. فبدأوا يمسكوه هاني شارب أول واحد. وصل الله أنا أخوكم عند أيمن الوسواس. كيف الخبر هذا؟ قلت لنا قال والله أنه أيمن الوسواس. فقلت له وجد لنا أيمن الوسواس. رسل عيال عمي رسل لأنهم جيران. أيمن الوسواس هذا وهاني شارب جيران في شارع الأمراء. فوجدوا اتصلوا لك قال ما بلادي. أيمن الوسواس قبل ما يصير القسم الساعة 1:30 الظهر جاء عندي للعمل لا شارع القسم. جاء عندي واتصل لي وخرجت له وقال لي يا عبد الله السلطان اسمع أنا ما رضيت أتحاكى أنا ما مدريني أخوك في مارب. افعل في مارب. أخي ما زلت مارب. قال والله إنه في مارب ومحبوس مدري مو وكذا. قلت له أخي ما يصير في مارب ومتأكد 100% ما يصير في مارب. يعني بيدور يكذب. قال والله أنا في مارب وأنا أخوالي هانك ما شاء خرجه إلا أنا. المهم صرف علي أخي. على أخي قال خلاص خليه يطلع على الالتزام يومين ويخرجه هاني. ما أنا قلت له صح ذكرت. قلت له هتخرجي أنت متأكد؟ قال أيوه. قلت له نصير خرجي وأنا على نيادي صدق يا أخي أحمد. قال مش يخرج إلا بهاني شارب. قال ما حيصير إلا بهاني شارب. قلت ما نخرج من هاني شارب. قال ما ليش ما تحجزوا؟ يعني هذا الساعة أنا شكيت إن هاني شارب داري بحاجة وخايف لو هذا ما يجيش في الوقت المحدد
هاني شارب حاجه كل شيء. يعني انهم الاثنين مرتبطين بالامر انا وهم شكيت داري. هكذا والله اعلم بالدوله كانوا كلهم عندهم محبوسين. في جلسنا هذا الساعه اتصلت عليه اخي قال خليه يطلع يفعل الساعه. اول ما دخل القسم حبسوه وبز تلفونه، تلفون هاني شارب ورقم احمد اخي، التلفون حق احمد اخي مختلف. بزوا رقم احمد اخي وساووا البحث وعلوم دراسه وكذا، يعني اشتغل الامن شغل نظيف الصدق. ومن هناك ما رضي يستحق اليوم الثاني، اليوم الثالث لما بدأوا يتابعوا كاميرات ويتابعوا ويراقبوا تلفوناتهم وكذا وكذا، والحمد لله خرجوا كاميرات، خرجوا ان اخر حاجه من هنا وصل احمد اخي خرج من هنا الساعه 1:30 ووصل ببيت جارب لبيت ايمن الوسواس، والكاميرا طلعت ان احمد اخي دخل البيت هو ايمن وسالم اخوه دخلوا البيت ما عاد خرج احمد اخي. وبعد هذا الساعة نفس اليوم اعترف سالم اخو ايمن هو الذي اعترف. بعد ما مسكوا سالم بعد مسكوا اول حاجه هاني، بعد ايمن، بعد جلسوا يومين ومسكوا سالم وفهد شارب تهمته انه جاء لهانه وبز احمد اخي من باب البيت، بز من باب البيت وصل لهانه ولما بيسالوا قال ما نقدر. سالم فهد لما وصل فهد لما وصل لهذيك الحاره بز سالم فوق المطر حق سالم اخو ايمن الوسواس، وصل لباب بيته ودخله وما عاد خرج في نفس الليله. يعني هذا فهد هو الذي وصل احمد لعند سالم وين كان؟ سالم باب بيت ايمن قريب من بيت ايمن، طرحه وبعدها هذاك وصل من يعني قريب، يعني هذاك سالم بزل ودخلها البيت، يعني دخلها البيت وايمن مراعي باب البيت وريع باب البيت احمد اخي لما يسعى بيصيروا طريق ودخل احمد اخي. المهم دخلوا الثلاثه والكاميرا بينت انه ما عاد خرج احمد اخي، الكاميرا بينت انه ما عاد خرج احمد. المهم في نفس اليوم الساعه 12 الليل وصل خبر، خرجوا امر قهري او ما اداري الدوله وصاروا يحفروا وصاروا دخلوا البيت هنا، وبدا ايمن اعترف هو واخو سالم هذا ان احمد اخي مقبور داخل البيت. لو ما جينا نصلي عند القبر مصبوب صبه ولو ما كسروا وخرجوا الجثه لا فيها راس ولا فيها يدها اليمين، يدها اليمين مبعوده من هذا، مبعوده من طالع يعني منها انا مبعوده. فاعترفوا انه رجموا اليد في البليلي والراس طرحوه داخل دبه وصبوا عليه وزغفوه في العشاش. يعني هل بالمسلم مش مسلم هل ادمي على هذا الشيء ما قد سمعنا. لكن اعترفوا وخرجوا الجثه حق احمد اخي وطرحناها داخل مجمع بطانيه، يعني هذا الاجراءات وخليناها مستشفى الكويت. الان اعترافات كامله، تمام، اعترافات كامله، تصوير فيديو، وهو بيخرجوا اليد بيخرجوا الراس، يعني كل شيء مثبت بصوت وصوره والاوادم عندهم ومعترفين وكل شيء. الان باقي حاجه واحده، ما هو السبب الذي خلاهم فعلوا بعمل فيها؟ يعني لا بينهم عداوه ولا بينهم صعوبه يعني يقولوا انهم بتسايروا، يعني معرفه الصادحه، والذي يوصلهم لهانك هاني شارب الذي وصلنا عند ايمن، لا بينهم مصالحه ولا بينهم اي حاجه. ليش فعلوا هكذا؟ فالناس كل واحد بيحكي لي قالوا لي يمكن عاصف البندق والمسدس بزوا عليه، وناس يقولوا عشان الاعضاء، وناس يقولوا لي طلبوا منه انه يشيل. كيف علشان الاعضاء يعني يسرقوا اعضاء؟ قطعوا اكيد انه عشان هذا الخبر. الحاجه الثالثه انه طلبوا منه يشيل ممنوعات واحمد اخي الخط مثلا. يعني كان افضحهم يعني؟ اكيد انه اذا ما رضي يعني ما افضحهم، هم استجعوا على انفسهم هذا وقتلوه. فبيت محمد هو شغال في الجانب الامني يعني. عمل هو ليش دعوا؟ لانه هو في المنطقه الامنيه يقول لك اذا هذا واثق عجل يخرج منه قاضي يعرف ناس يعرف كذا، فهو رفض. عموما نشكر رجال الامن، يعني صدق والله انهم عملوا الواجب وزياده، من كاميرات، من ملاحقه تلفونات، من ملاحقه اوادم، من سرعه انهم خرجوا القضيه، والله ما كنا ندري اين. يعني كانوا متفاعلين معك بقوه رجال. متفاعلين بقوه يعني جديده الصدق. وهذا ليس جديد على رجال الامن، وفي اي قضيه بيتحركوا هذا التحرك، ورجال الامن نوجه لهم التحيه. ما هو مطلبك يا عبد الله؟ مطلبي القصاص. احنا ما نشيش نضيع زي ما حق انت. لو كان عدمه حق صنعاء القديمه عدمه في باب اليمن ولا في التحرير وعلقوه، ما كان يفعلوا بخير هكذا. كان يكون عبر لمن اعتبر،
للان ما قد عدموش، وهو احنا ما عم نصبرش، نطالب بالقضاء بالقصاص العاجل في اسرع وقت. ما عاد باقي، كل شيء واضح بصوت وصوره وكاميرا، انسان بريء ونظيف، وطلعوا مكالمات احمد دخيل من 2015 نظيف ولا عليه اي حاجه، لا مشاكل لا ترويج لا طالب. احمد هو معروف حنيه حتى في حارتنا بسمعتها الطيبه، يعني الحمد لله غني عن التعريف. الحمد لله نطالب بالقصاص في اسرع وقت. ما عاد ليكون عبره للغيره، اللي بعده للذي بعده للغيره. ساعة ما حد صنع القديم وفعلوا بخي هكذا، يعني أنت ما فعلوا بخي أفعلوا ب1000 واحد و1000 طريقة. والله لو يكونوا عبرين ما عاد يفعل واحد يفعلوها. يعني أنت تقصد الآن أنه القضاء، إحنا نعرف الشعب اليمني كله يعرف أنه في مماطلة بعض الأوقات، القانون بعض الأوقات بيحلبط. الآن أنت بتقول أني قضية مكتملة الأركان والأدلة والاعترافات والفيديوهات وكل شيء واضح. أنت بس تشتي، وكلنا مش بس أنت نشتي أنه ما هو يطبقوا حكم الله ويقوموا بالقصاص من هؤلاء المجرمين. هذا جانب آخر، علشان الذي بيفكر انه يجرم ويفعل مثل هذا الاجرام رادع لما الناس يطبقوا القصاص بسرعه مع المجرم عيرتدع ما عاد ارجعش. انت تقصد هذا الكلام؟ كيف كان مقصود؟ ما مشي الا هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.